يشعر بتنميل في احد اعضاء جسمه. يعني تلاقيه يقول لك جنب الشمال منمل، او رجل الشمال منمله، او بشعر بصداع، او بألم في فقرات الظهر من الاسفل. وده لان المسحور بسحر المقابر عياذا بالله بيكون الجن الموكل بهذا النوع من السحر عياذا بالله مارد، ويسب الله عز وجل ويسب الدين عياذا بالله، ويلعن كل شيء حواليه. وده ليه؟ احنا هنتكلم في الفيديو دهوت عن الفرق بين السحر المأكول وسحر المقابر او السحر الاسود. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، من الأمور اللي شاعت دلوقتي في المجتمعات المسلمة موضوع السحر والأعمال وانتشار المس وهذه الأمور. احنا هنتكلم في الفيديو دهوت عن الفرق بين السحر المأكول وسحر المقابر أو السحر الأسود، لأن بيختلط الأمر على كثير من المعالجين لهذه الأمراض أو لهذه الأنواع من أنواع السحر، بيختلط عليه أعراض السحر المأكول مع أعراض السحر الأسود أو سحر المقابر. وسحر المقابر ده يا جماعة أو السحر الأسود ده منتشر في بلاد المغرب وفي الجزائر وفي مصر، لكن في المملكة العربية السعودية يعني هذا النوع من أنواع السحر قليل جدا هناك. طيب عايزين نعرف الفرق بين أعراض السحر المأكول وبين سحر المقابر أو السحر الأسود. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، لو واحد آكل سحر أو أصابه سحر مأكول وبيستمع للرقية الشرعية سواء من كاسيت أو من شيخ، تلاقيه بسرعة بيشعر بتنميل في أحد أعضاء جسمه، بيشعر بتنميل في أحد أعضاء جسمه. يعني تلاقيه يقول لك جنب الشمال منمل، او رجل الشمال منمله، او بشعر بصداع، او بألم في فقرات الظهر من الاسفل، في اسفل فقرات ظهره. والاعراض دي تعني انه مصاب بسحر مأكول، في حين ان لو استمع للرقية الشرعية سواء من كاسيت او من شيخ راقي انسان مصاب بسحر المقابر او بالسحر الاسود، هتلاقيه بيصرخ ويصيح ويهيج ويسب الله عز وجل ويسب الدين عياذا بالله، ويلعن كل شيء حواليه. وده ليه؟ وده لأن المسحور بسحر المقابر عياذا بالله بيكون الجن الموكل بهذا النوع من السحر عياذا بالله مارد، والمارد ده بيكون من أعتى أنواع الشياطين والجن والعياذ بالله. وعشان كده سموا النوع ده من السحر بالسحر الأسود. ليه؟ لأن الإنسان المصاب بالنوع ده من السحر بيكون حي بين الناس، لكنه في الحقيقة ميت من داخله، بيتعذب وبيتألم. عافانا الله وإياكم والمستمعين وكل المسلمين من هذا النوع ومن غيره من أنواع السحر والمس والعياذ بالله. وبعدين المصاب بسحر المقابر أو بالسحر الأسود مش بيشعر بتنميل فقط في جسمه أو في عضو من أعضاء جسمه أثناء القراءة للرقية فقط، لا، ده بيشعر بتنميل في أعضاء جسمه على مدى 24 ساعة بصفة مستديمة. تخيل إنسان أعضاء جسمه منملة بصفة مستمرة، شيء مؤلم جدا وشيء متعب. يعني على مدى 24 ساعة بيشعر بتنميل في جسمه، وبيشعر بصداع ملازم ليه ما بيروحش تحت أي ضغط من العلاج، وبيشعر بزغللة في عينه، الرؤية غير واضحة معاه، ولا قادر يشوف كويس، ولا قادر يشتغل، ولا قادر يتحرك بين الناس، مريض وعايز يفضل نايم في السرير. كمان المصاب بسحر المقابر بيشعر بألم مستمر في عظام جسمه، ولو راح عمل أشعات بيظهر هذا الألم في الأشعات. كمان المصاب بسحر المقابر دائما مكتئب، دائما حزين. تخيل واحد مكتئب وحزين ال 24 ساعة ما بيضحكش أبدا، عنده خوف شديد جدا وبيكره كل حاجة كان بيحبها. يعني مثلا لو شخص قبل الإصابة بسحر المقابر أو بالسحر الأسود كان إنسان فرفوش كده ونعنوش وبيحب الضحك واجتماعي والناس كلها بتحبه، اجتماعي متعايش مع الناس، بعد الإصابة عياذا بالله بالسحر الأسود
بتلاقيش انسان انطوائي، انسان مكتئب، انسان حزين، مش عايز يختلط مع حد، مش عايز يتكلم مع حد، عايز يقعد في اوضه لوحده ويقفل على نفسه ال 24 ساعه. كمان من الاعراض اللي بتبان على الانسان المصاب بالسحر الاسود او بسحر المقابر انه دايما تلاقيه مرعوب وعنده شرود ذهني، دايما سرحان، تايه في دنيا تانية، بتكلمه ولا كأنك بتكلمه، مش مركز معاك في اي شيء خالص. وزي ما قلت لك تلاقيه بيحب العزلة وعايز يقعد لوحده، ولو في البيت ينعزل لوحده في اوضه ويقفل على نفسه، مش عايز يتكلم مع اي حد. ولو المصاب بسحر المقابر او بالسحر الاسود واحده ست، تلاقيها رجلها بيبان فيها اثر كدمات، اثر كدمات كانها اتخبطت، علامات زرقاء بتظهر في رجلها او فخدتها او اي عضو في جسمها، كانها انخبطت او اتكدمت بشيء وهي مش فاكره اتخبطت امتى، وتقعد العلامه دي يومين ثلاثه وتروح وتظهر في مكان تاني. تظهر في رجلها دايما كدمات، وشعر راسها بيتساقط. شعر راس الست المصابه بسحر المقابر او بالسحر الاسود، شعر راسها بيتساقط لدرجه ان بعض الناس بتتقرع خالص، بتبقى شعرها او راسها زال كل الشعر اللي عليها، بقت قرعه من اثر السحر والعياذ بالله. وزي ما قلنا لو واحده ست مصابه بتشعر بألم في أسفل فقرات الظهر، وتشعر بضيق في صدرها لمدة 24 ساعة على طول، على الدوام، ضيق مستمر في الصدر كأنها مش قادرة تاخد النفس. وكمان بيطلع لها حبوب في أنحاء جسمها، حبوب تطلع في أنحاء جسم الست المصابة بالسحر ده، ويخرج من هذه الحبوب رائحة كريهة والعياذ بالله. وسبحان الله، قبل ما كانت تصاب او يصاب الشخص بهذا النوع من انواع السحر، سحر المقابر او السحر الاسود، ما كانتش موجوده معاه الاعراض دي نهائي. طيب اللي بيلاقي الاعراض دي تظهر معاه يعمل ايه ويتصرف ازاي، والعلاج الشرعي بتاعها بيكون ازاي؟ هو ده اللي هقوله لك بس في الفيديو القادم باذن الله تبارك وتعالى. يا رب نكون قدرنا نفيدكم بمعلومة في الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حق الست تعيش حرة، من حق الست تبات بره، من حقها تعمل ما بدلها، والراجل ننساه بالمرة. حقها يبقى لها الست كيان، تخرج او تدخل اي مكان، ونحاول جوزها في يوم يزعل يتفلق الراجل مش انسان. مش لازم تستأذن راجل، لو جالها في مرة خبر عاجل تنزل او تطلع على كفها وكأنها طايرة حمام زاجل. من حقها انها تسترجل، وقرار الراجل يتأجل، والست كلامها اللي هيمشي وهتخلعه لو كان مستعجل، وتخلي الراجل له لازمة لو كان بفلوسه عامل أزمة، وإن كان معهوش ولا حيلته جنيه يقعد على جنب زي الجزمة. كده تبقى بلدنا في حرية وتعيش الست العربية، وهنبقى تمام كده زي الغرب، وهتبقى حياتنا أوروبية. ونحاول يتكلم بالليل أو قال لها مرة أصول أو دين، هتقولوا ده راجل متخلف ناوي يرجعنا العصر حزين. وقوامة الراجل بفلوسه، لو يدفع نسمع ونبوسه، وكلامه أوامر تتنفذ ونقول له أوامرك يا سيسوسو. ونداقت مرة معاه الحال وابتدى تختفي منه الأموال، راح نسحب قيمته والشقة والسجن كمان بقانون أحوال.